حلقة النهاردة هتكون على الاشتراكات اللي أنا مشترك فيها كلها وأهميتها بالنسبة لي ويمكن الاستغناء عنها ولا لا. وهنجاوب على 5 أسئلة زي الحلقة اللي فاتت، هم: ماذا يقدم لي الاشتراك؟ هل نجح في تقديمه؟ وهل نفذ وعوده؟ من 1 ل10 ما هي درجة أهميته بالنسبة لي؟ هل يمكن الاستغناء عنه أو استبداله؟ كم سعره؟ وإيه عيوب؟ أول باقة معانا هي باقة البرودكتيفيتي. أول منتج معايا هو المايكروسوفت 365، بيقدم باقة الأوفيس وبيقدم الكلاود سيرفيس الوان درايف، والاوفيس بيشتغل معاك المايكروسوفت اكسل ووورد وباوربوينت على 5 اجهزه. ده البيرسونال ممبرشيب، ومعاك 1 تيرا بايت كلاود سيرفيس، ومعاك التولز الكوبايلوت اي اي اسيستنت. هل نجح في تقديمه وهل نفذ وعوده؟ طبعا نجح في تقديمه ونفذ وعوده بالكامل. السيرفيس بيشتغل الى حد ما احسن بكتير جدا من سيرفيسز منافسه ليه على الايباد، ودي دايما مشكله دايما بعاني منها، ان البرامج بتشتغل كويس جدا على الكمبيوتر بس على الايباد تحس انها كده هاف بيك. فالى حد ما الاوفيس او مايكروسوفت نجحت انها تعمل هذا الكلام. من 1 ل10 ما هي درجه اهميته؟ انا اديله 10 من 10 لاني مش ممكن استغنى عن الوورد والاكسل والباوربوينت والاوتلوك انتجريتد فيه، الى جانب ان الكلاود سيرفيس بيشتغل كويس على الايفون في ان هو يريكفر الصور بتاعتك، ودي حاجه مثلا جوجل مش بيعملها بسهوله. المنتج الوحيد اللي جاهز يستبدله هو الجوجل درايف بالاوفيس بتاعه. يتفوق على مايكروسوفت 365 بان الاي اي تولز بتاعته او الجيميناي اقوى بكتير من كوبايلوت، بس عيبه بالنسبه لي ان ملوش ديسكتوب ابلكيشنز، وفي نفس الوقت مش بيشتغل كويس جدا على الايباد. نسخ الايباد تعتبر معوقه شويه. كام سعره؟ 240 جنيه. وايه عيوبه؟ يمكن عيوبه مش سيملس جدا وسريع جدا على الايباد، وانا ما بعتقدش ان ده عيب ابل. ابل اكيد مش قافله على الديفلوبرز ان هم يوبتمايزوا البرامج بتاعتهم، تحس ان هو اختيار الديفلوبر. فانا هنا الوم على مايكروسوفت. من مقياس 1 من 10 ما هي درجه اهميته؟ مش هنعمل فيها مهندسين وهنديله 10 من 10. كانفا. ما الذي يقدمه الاشتراك؟ خدمات كانفا ممكن تستخدمها ويب بيست، ولحد ما ويب بيست البرنامج سيملس، ودي نقطه مهمه بالنسبه لي ان هو يكون بيفتح على الايباد زي ما بيفتح على البي سي. بيفتح من خلال جوجل كروم، او لو انت على الكمبيوتر ومنزل الديسكتوب ابلكيشن، النسخه اللي تطلع جوه جوجل كروم بتطلع هي نفس النسخه بتاعه الديسكتوب ابلكيشن. والاثنين سواء ده خفيف لو بتعمل جرافيك ديزاين سيمبل، طلقه سريعه جدا، وهيوفر عليك وقت جدا اكتر من انك انت تعمل حاجات فروم سكراتش على الفوتوشوب او الالستريتور، لان في تمبلتس جاهزه بيقدر انك انت يريسايز بالمحافظه على اللاي اوت من غير ما انت تتعب نفسك. تقدر تاخد تمبلتس جاهزه وتحط عليها البراندنج او الالوان اللي انت مستخدمها لو انت بتعمل برزنتيشن او كده، يطبقها لك على كذا صفحه. وطبعا في شويه تولز سهله من الاي اي، بيفرغ الباك جراوند وبيرمي فلترز وبيعمل حاجات ظريفه. انا شخصيا بستخدمه في حاجات كتير للشغل، زي انك تعمل صور للسوشيال ميديا واليوتيوب ثامبنيلز، وكمان تقدر تعمل ميلرز وديزاينات ظريفه. وفي البي دي افس لاني ما عنديش اكروبات برو. هل نفذ وعوده؟ هو الحقيقه نجح في تقديمه جدا وينفذ وعوده جدا جدا جدا. البرنامج سيملس لما بشتغل عبر اجهزه مختلفه، كمبيوتر ويندوز او الابل او الموبايل حتى، التجربه سيملس جدا. والطف حاجه فيه ان هو بيكسبورت بسهوله وبيطلع لك باوبشنز كويسه. عايز تطلع الفيديو 4K، عايز تطلعه فول اتش دي، عايز تكبر تصغر. غالبا لما بتيجي تعمل اكسبورت بيديك دايفرستي اوف فورماتس، فالحد ما الشغل عليه جميل وبيحقق وعوده. والله من 1 إلى 10 درجة أهميته بالنسبة لي نقول 7، لأن هو بيسهل عليك. لكن لو أنت عندك برامج تانية كاملة زي الفوتوشوب، نظريا تقدر تعمل كل اللي بيعمله كانفا. هو بس كانفا ميزته إن هو ميكست صور على فيكتور على فيديوز. من غير كانفا لو انت عندك برنامج للصور او برنامج للفيديوز زي اللي انا بستخدمه في المونتاج العادي، او برنامج للفيكتورز، هتقدر تطلع اي حاجه كانفا بيعملها، هتاخد وقت اطول. والحقيقه برضو كانفا فيه ميزه كويسه هي اللي خلتني اديله سكور كويس: الفونتس بتاعته. من الحاجات اللي فيها ارابيك فونتس لطيفه جدا، بتقدر تحط تايتلز ظريفه مش موجوده في حاجه ادوبي، فدي تخليه ياخد ريتنج عالي قوي. الحقيقه ان هو انا زي ما قلت يمكن الاستغناء عنه او يمكن استبداله، ولكن ببرامج هتخليك تاخد وقت اطول بكتير. طب هل يمكن استغناء عنه وتخلص في نفس الوقت؟ لو انت مش جرافيك ديزاينر او انت لو مش بروفيشنال قوي، لا، في الحته دي لازم تخسر وقت. هو سعره حاليا 240 جنيه في الشهر. خلينا نقول ان هو السعر كده زاد الدبل. انا كنت مشترك فيه من السنه اللي فاتت، كان الاشتراك ب 120 جنيه في الشهر. هم لسه ما رفعوش عليا السعر. طبعا ده مش هيكمل فور ايفر. 120 كان سعر جاذب جدا 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 جدا. 240 سعر يعني 250 بدل 240. ممكن الغي الاشتراك يعني. البرنامج اللي بعده هو الادوبي فوتوغرافي بلان. الباقه اللي انا مشترك فيها اسمها ادوبي فوتوغرافي بلان 20 جيجا بايت، فهي بتقدم لك الفوتوشوب النسخه الكامله والنسخه البيتا اللي بينزل فيها الفيتشرز الجديده، تدي لك اللايت روم، تدي لك اللايت روم كلاسيك. طبعا الفرق ما بينهم ان اللايت روم فيتشرز اقل شويه لكن بيشتغل من اي متصفح، وبتدي لك كمان كلاود ستورج. غالبا مش هتعرف تستثمرها غير انك
انت تنقل السيف فايلز بتاعتك من جهاز لجهاز. هل نفذ وعوده؟ الحقيقه هو نجح في تقديم الفوتوشوب. الفوتوشوب لازال هو الاندستري ستاندرد، لا غنى عنها في اي شغل، في صور وفيديوهات وويب ديزاين. هو دايما تول رئيسي في عمل البيكسل ارت او عمل الصور. يعني البرنامج اندستري ستاندرد، غالبا لو بتتعامل مع عملاء هيجي لك صور عليه وانت هتحتاج انك هو يكون موجود عندك عشان بيفتح الكلام دوت. فانا بعتبره نفذ وعوده. طبعا هو ليميتد شويه، ونسخه الايباد اضعف بكتير جدا 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 من نسخه الديسكتوب. ويمكن من سنتين ادوبي اعلنت ان هم هيخلوا نسخه الايباد بنفس قوه نسخه الديسكتوب، وكانوا عاملين سلوجان رهيب اللي هو بيقول لك اتس نوت فوتوشوب فور ايباد، اتس فوتوشوب اون ايباد. ما عرفوش يعملوها. ده مثال صريح للاوفر بروميسنج والاندر ديليفرنج. لو انت كمبيوتر بيزد سواء ويندوز سواء ماك، قدم اللي هو الطلب من 1 ل 10. درجه اهميته بالنسبه لي 9 من 10. وهذا لان زي ما قلت اول حاجه اندستري ستاندرد. في الاخر خالص لو انا هختار ما بينه وما بين كانفا هختار الفوتوشوب، لان كانفا في الاخر في حاجات بيعمل لك فيها ليميتيشن. في فيتشرز في كانفا انا مش بستخدمها، زي انك تعمل برزنتيشنز كامله وبي دي اف. انا برزنتيشنز اعملها باوربوينت، بي دي افات هستخدم الوورد او الباوربوينت واطلع بي دي اف حتى لو ما عندوش ادوبي برو. في حاجات في الفوتوشوب مش هتقدر تحصل عليها بيه، ومش حاجات ادفانسد زي ما انت فاهم، حاجات بيزك. يعني ما فيش مثلا لو انت حطيت لايرز ما فيش كومبوزيتنج، ما ينفعش تختار البلندنج مود مثلا، ما ينفعش تختار مالتيبلاي، اليومينوسيتي ما تنفعش تختار اوفرلاي تخف الكلام. هو كبيرك تتحكم في الاوباسيتي او تستخدم ايفكت من الايفكتس بتاعت كانفا. وانا بحتاج الفوتوشوب طبعا لو بجهز صور هحطها في الفيديوهات بتاعتي، برضو الفوتوشوب يكون الطف وتصدر منه الصور الطف. يعني هل يمكن الاستغناء عنه او استبداله؟ هو يمكن الاستغناء عنه لو انت هتتعلم تول جديده زي الافينيتي. لو انت استخدامك بيزك ومش مقيد قوي بتول تقدر. بالنسبه لي انا بشتغل على الفوتوشوب مثلا بقالي دلوقتي 20 سنه، صحيح مش بروفيشنال فيه، بس خلاص انت يعني بتستخدم تول انت عارف. ان انا اتعلم تول جديده ده هيخليني اتوقف عن الشغل مثلا لمده شهر او شهرين على بال ما ماستر التول الجديده، اعرف الليميتيشنز اللي فيها، اعرف ايه الحاجات اللي خلاص ما احاولش ان انا اعملها بيها خلاص وهقبل ده وابتدي اشوف لها ورك اراوند. انا ما عنديش استعداد ان انا اعدي بالبين دوت. فمن هنا صعب ان انا اغيره دلوقتي، انليس بقى ان السعر بقى التريبل الدبل، اللي هو انا مش قادر ادفع. كام سعره وايه عيوبه؟ 477 جنيه في الشهر، اللي هو الفوتوغرافي بلان 1 تيرا. غالي، بس حتى الان ما اقدرش اقول ان هو غالي على برنامج زي ده. اخر باقه معانا النهارده في السوفت وير والبرودكتيفيتي هي جوجل 1 بريميوم. ماذا يقدم لي هذا الاشتراك؟ اول حاجه 2 تيرا بايت كلاود سيرفيس، بيدي لك جيميناي البروفيشنال جوه كل برامج جوجل درايف، سواء الوورد بتاعه سواء جوجل شيتس. بيديك برنامج برزنتيشن باستخدام الاي اي تول اسمها جوجل فيتس، فده بالنسبه للشغل. تعالى بقى بالنسبه للجيميناي بيفتح لك كل المودلز البروفيشنال اللي انت هتسالها، اللارج لانجويج مودلز. بيدي لك جيميناي برو، وبيدي لك تستخدم نانو بنانا زي ما انت عايز، تاخد منه صور بريزوليوشن 4K. يقال ان هو في بعض سياسات الاستخدام العادل دي بتطبق عليك انت قبل شاريين النسخه الالترا. از داتا اناليست رهيب البرو فيرجن من جيميناي، تقدر تكتب بيها مقالات كامله، ويقدر مثلا يحول لك فيديوهات على اليوتيوب لمقاله. يعني انا بعمل فيديو عايز انزله كمقاله ووردبريس، شغال يساعدك في الاس اي او، يساعدك في المذاكره زي الفل. وكمان عندك اكسس لجوجل فلو ب 200 كريدت، تقدر تستخدم الفي او 3 جواه تعمل بيه فيديوز. يمكن دوت لو استخدمته بكثره شويه هتخلص منك وهتحتاج ترقي الباقه. وكمان عندك نوت بوك ال ام، تقدر تستخدم البيج نوت بوكس، دي مش موجوده في الفري فيرجنز. فده اللي هو بيقدمه. هل نجح في تقديمه وهل نفذ وعوده؟ نجح في تقديمه ونفذ وعوده. من 1 ل 10 ما هي درجة أهميته بالنسبة لي؟ مش هديله 10 من 10 رغم ان انا معجب بيه جدا، هديله 9 من 10 نتيجة ان هو ذكي، ونتيجة ان هو انتجريتد. لا خلينا نديله 8 من 10 نتيجة ان هو ذكي، ونتيجة ان هو انتجريتد مع برامج جوجل وجوجل درايف. ولكن هاخد منه نقطتين دولت لسبب. اول حاجة ان في ليه منافس ذكي برضو. تاني حاجة ان هو بيخيش وبيدي غلطات مميتة، وخدت الكلام ده واشتغلت عليه. ممكن تخيش تخيشات بنت لذينه، خاصة في قرارات في حملات اعلانيه. لو انت لسه بتتعلم وانت مش ميديا باير شاطر، دي قرارات هتدفع فيها فلوس. يعني هل يمكن استغناء عنه او استبداله؟ بالنسبه لي انا لان هو انتجريتد قوي في الورك فلو، صعب ان انا اضحي بال2 تيرا بايت، صعب جدا. في نفس الوقت اي تراست جوجل اكتر من اوبن اي اي في الثلاث 4 سنين الجايين دول. مش مستعد اغير كل دوت لتولز جديده وادخل شات جي بي تي معايا. طيب انا بدفع فيه كام وايه عيوبه؟ انا بدفع فيه المبلغ اللي وريته لكم اللي هو ال 294 جنيه و99 قرش، ومسهل ان شاء الله شات جي بي تي شد حلو فتبقى المنافسه شرسه اكتر، فجوجل تضطر ترخص. هوبفولي ده يحصل والكلاينت هو المستفيد.
اول اشتراك معانا في باقه الترفيه هو النينتندو سويتش اونلاين. النينتندو سويتش اونلاين بيقدم لك شويه سيرفيسز، منها انك تقدر تلعب اونلاين وتعمل شات، وتقدر تلعب العاب نينتندو الكلاسيكيه سواء على الجيم بوي سواء على كذا كونسول تاني، منهم النينتندو 64 والجيم بوي ادفانس والسيجا جينيسيس. على بعض الالعاب هم اللي بيختاروها، والعاب اكتر شويه يعني السيجا والنينتندو 64 على النينتندو سويتش اونلاين اكسبانشن اللي هو كان الباقه الاغلى. وبيديك كمان كلاود سيفنج جيمز، انك انت لما تسيف السيف بتاعك بيبقى عند نينتندو، لو الكونسول بتاعك باظ تقدر تسترجع السيف. هو ده باختصار. هو نجح في تقديمه كسيرفيس بنفس قوه السويتش، يعني لا تنتظر منه ان يكون احسن من الاكس بوكس جيم باس ولا حتى البلاي ستيشن نتورك، ولا تنتظر منه ان انت لما تمسك السويتش وتيجي تلعب بيه اونلاين تلاقيه مخيب للامال بزياده. هو يعتبر على مستوى القوه الهاردوير بتاعه ظريف. من 1 ل 10 ما هي درجه اهميته بالنسبه لي؟ زي ما انا قلت از لونج از ان انا عندي نينتندو سويتش لازم هيكون عندي ان انا العب اونلاين، حتى لو انا مش هلعب عليه العاب برو بلايرز. يعني ان جنرال الجيمنج سبوزد تو بي اهميته بالنسبه لنا طالما مفيش حد فينا برو بلاير بيطلع بطولات ما تعديش ال7 من 10. 7 من 10 دي مش معناها انها حاجه مش مهمه، ومش معناها ان انا مش هلعب مره او مرتين في الاسبوع، ولكن انا بتكلم في الحياه عامه. مش المفروض ان الجيمنج تكون اهميتها 7 من 10، المفروض ان الجيمنج تكون دايما لو الظروف قصت عليك تقدر تستغنى عنها بسهوله يعني. يعني قصدي مثلا بكلمه الظروف قصت عليك، لو انت مش بتكرك العاب يعني، وان شاء الله ما يبقاش كلنا بنكرك، والالعاب غليت عليك نظريا تقدر تستغنى عن السويتش خالص وتلعب بالموبايل. فده اللي انا قصدي بيه، فهنديله 7 من 10. كام سعره وايه عيوبه؟ نينتندو سويتش اونلاين ب $50 في السنه، ولكن انا بدفع $34 لان انا داخل في فاميلي ممبرشيب مع ناس عندنا في الفاميلي. نتفليكس ماذا يقدم لي الاشتراك؟ والله بيقدم نتفليكس الاكسكلوسيف شوز بتاعت نتفليكس، وباقه انا بشوف ان هو لازال الالطف في المسلسلات الاجنبيه. والمسلسلات الاجنبيه بيكون عندها عنصر مهم جدا من التشويق في جوده التصوير وجوده الصوت والصوره، الى جانب ان في رايي الشخصي نتفليكس هو يمتلك افضل جوده بس على باندويتس مش ستيبل بعد يوتيوب. يعني انت دايما لما بيكون معاك الموبايل او انت في البيت والنت بيبطأ بتعمل ايه؟ معروف، لو انت عايز تستريم بتقفل كل البرامج وتفتح يوتيوب. ليه؟ لان يوتيوب باندويتس افيشنت جدا، فهيشتغل لك بكواليتي مبكسله. يعني انت ممكن تشوف وشي ده 1 بيكسل بس هيجيب لك صوت وصوره. انا بزعم ان الطف واحد التكنولوجي بتاعته بعد يوتيوب حلوه على الباندويتس القليل هو نتفليكس. بما ان انا ساعات الباندويتس ما بيبقاش كويسه، بتبقى انت عايز تتسلى، وانا مش واحد بتاع بينج واتشنج قوي، يعني مش همسك الشو اللي انا عايز اشوفه اروح ختمه في ليله وضحاها. انا ممكن اقعد اتفرج على المسلسل مده طويله واريح شهرين على بال ما افتح مسلسل تاني. فدايما بالنسبه لي بلاقي جديد. يعني نتفليكس لويال جدا اللي هو كاتبه، من المنصات اللي انا بعتبرها محترمه في السياسه التسعيريه وفي سياسه ان انت تفتح الويب سايت بتلاقيه بيوعدك بحاجه، بتدفع الاشتراك بتلاقي اللي هو وعدك بيه، ما بيعتمدش على التايتلز الرنانه والجباره زي المنصات، بعض المنصات العربيه، وبعد ما تدفع الفلوس والاشتراك تخش تلاقي نفسك بعد اسبوعين زهقت. يعني من 1 ل 10 ما هي درجه اهميته بالنسبه لي؟ سواء اهميته بالنسبه لي 5 أو 4. لو انا نمت النهارده وصحيت ما لقيتش نتفليكس nothing's gonna happen يعني عادي. هل يمكن الاستغناء عنه او استبداله؟ طبعا، لان المنافسه بقت شديده جدا. however استخدامه في مكتبه متكامله بالانجلش صعب، بس از ان انترتينمنت مش المفروض ان الواحد زي ما قلت على الجيمنج كده كانت 7 من 10، مش المفروض ان الواحد يبقى متعلق بحاجه، وبالتالي هعرف اشوف بدائل وهنبسط. يعني انا مش طبيعتي بعلق لو ما شفتش المسلسل الفلاني كأن فاتني حاجه كبيره. يعني لحد دلوقتي لسه ما شفتش جيم اوف ثرونز، مش هخش اجيبه بايريتد، والمكان اللي هو عليه فيه سبسكريبشن مش عندي حتى الان. كام سعره وايه عيوبه؟ 240 جنيه في اعلى باقه، ويمكن يعاب عليه ان هو زي ما الناس بتقول، انا متفق معاهم في رايي ان هو اجنده شويه. دي ضريبه بقى انك انت دلوقتي اي سيرفيس ما تضمنش اصلا ان هو مش اجنده ومالوش اهداف، فانت لازم يبقى انت عندك وعي تحت اي ظرف. وما كانتش حركه لطيفه قوي ان هو بيحاول يليمت انك انت تستخدم الاكونت من بيوت مختلفه، هو عايز الاكونت كله يبقى في نفس الهاوس هولد. يمكن دول العيبين، بس غير كده انا ما عنديش اي مشاكل مع نتفليكس، واللي عايز يزعل رايه على عيني وعلى راسي بس بالهداوه، احنا في رمضان. يعني عيب بقى انا بقى مصري وما اشتركش في واتشت. يعني ما الذي يقدمه؟ يقدم اعمال مصريه حديثه من انتاج شركات مصريه، عنده ايدج وعنده ميزه عن كل السبسكريبشنز العربي، ان هو عنده مكتبه افلام ومسلسلات الاتحاد الاذاعه والتلفزيون القديمه، هو اللي عليه النسخ الكامله، فانا مشترك فيه عشان كده. الصراحه ده اللي بيقدمه لي. نجح في تقديمه من 1 ل 10 ما هي درجه اهميته بالنسبه لي؟ 3 من 10. هل يمكن الاستغناء عنه واستبداله؟ وش كام سعره وايه عيوبه؟ انا مشترك في باقه واخد خصم عن طريق شبكه اورنج، عشان انا اورنج بدفع 75 جنيه في الشهر،
وهو عيبه يعني هو باندويث انتنسيف، يعني لو الانترنت عندك مش كويس واتشت ساعات كتير عندي ما بيفتحش. فبتمنى للقائمين على واتشت لو يعني في احتمال 1% يكون في حد حضر او هيحضر الاعاده بتاعت اللايف ده، حسنوا النبي الموضوع ده. يانجو يانجو بلاي ما الذي يقدمه الاشتراك؟ والله يانجو بلاي هي منصه غريبه وصغيره واصغر من كل اللي انا قلته، ولكن انا حاسسها بتنفست في الماركت بتاع مصر والدول المجاوره، وعندهم اكسكلوسيفز وعندهم حاجات ظريفه، الى جانب ان هو اكتر حاجه ليجيت لو انت حبيت تزود قيمه الاشتراك وتشترك فيه كرانشي رول بتاع الانمي. فاعتقد ان انا وقت ما ينزل شو مهم على الانمي واكون عايز اشوفه بنفس التوقيت مع اليابان، مخلي يانجو بلاي علشان ازود واروح على كرانشي رول على طول. هل نجح في تقديمه وهل نفذ وعوده؟ هو نجح في تقديمه. البرنامج يعني لطيف، يعني بيعرض لك اللي هو اتفق معاك عليه فيه، ما بتتفاجئش، ما فيش حاجه سوبر دوبر، مفيش حاجه هيدن جيمز جوه المنصه، ولكن ما فيش حاجه وحشه برضو. عنده ستيل سام اكسكلوسيفز تتفرج عليها along the year مش بس في رمضان. مقبول. من 1 ل 10 ما هي درجه اهميته بالنسبه لي؟ زيه زي واتشت 3 من 10. هل يمكن الاستغناء عنه واستبداله؟ ديفينتلي زيه زي واتشت يمكن الاستغناء عنه واستبداله. كم سعره وايه عيوبه؟ 99 جنيه و99 قرش. عيبه ان فيها حاجه غلط، المنصه بتجدها عامله عروض كتير جدا مختلفه جدا باسعار متفاوته جدا. يعني انا مشترك ب 100 جنيه، انا متاكد مثلا لو اعرف 5 مشتركين هيكون في واحد بيدفع 60 جنيه لنفس الباقه اللي عندي، واحد بيدفع 10 جنيه، واحد لسه في الفري ترايل، واحد بيدفع 9 جنيه في الشهر. انت نفسك لو دخلت على باقات اليانجو بلاي في الابل كتيره جدا وانت مش فاهم الاختلافات ما بينهم ايه. وفي عيب تاني ان تواجد المنصه على الويب براوزر ضعيف جدا جدا جدا، والتواجد دايما من خلال موبايل ابلكيشن، فتحس انها منصه غريبه شويه، وده عيب بالنسبه لي. يشفع لهم ان هم في الباندويث يوتيلايزيشن، في حساسيتهم للانترنت الضعيف، تخيلوا على انه ابلكيشن صغير اقوى من واتشت مثلا. الاشتراك اللي وراه هو يوتيوب بريميوم. ما الذي يقدمه الاشتراك؟ يقدم الاشتراك ميزتين مهمين جدا بالنسبه لي. الميزه الاولى ان مفيش اعلانات، والميزه الثانيه انك انت ممكن تسمع فيديوهات وبودكاست على يوتيوب وانت قافل شاشة الموبايل. دول بالنسبة لي مهمين جدا لان مكتبة اليوتيوب لا يستهان بيها. هل نجح في تقديمه ونفذ وعوده؟ لان هو ما بيوعدش بحاجة كبيرة اصلا، ما فيش اعلانات وانت قافل الموبايل وحطه في الستاند باي مود، فنفذه ما فيش مشكلة. من 1 ل 10 ما هي درجة اهميته بالنسبة لي؟ هديله 6 من 10 لسببين. السبب الاولاني لقيت ان انا مثلا لو هقعد ساعة ممكن اتفرج على uninterrupted فيديوز اتعلم منها حاجات بسرعه، وفي نفس الوقت قصه البودكاست دي ساعات في فيديوهات كتير انا ببقى غاويها ومش فارق معايا الصوره اصلا. ناس بتتكلم في الفتنس، ناس بتتكلم على تكنولوجي، كلام من ده، عايز اسمع رايهم. ما لا يقل عن ساعه ونص اجمالي توصلات، اجمالي المواصلات. بقيت دلوقتي بدل ما اسمع اغاني او اسمع حاجات، ساعات كتير بسمع حاجه تفيدني، يا اما في فيديو لفيديو انا بحضره، يا اما في حاجه عايز اعرف البرسبكتيف بتاعها، يعني ياخد سكور عالي. هل يمكن الاستغناء عنه او استبداله؟ هو يمكن الاستغناء عنه، بس هتستبدله بايه؟ يوتيوب بتسوق لنفسها على انها منصه الانديز. يعني انت دلوقتي على التلفزيون عندك نتفليكس وعندك شاهد وعندك واتشت، دي منصات البروز. يعني انا اخش اتفرج على هاي بادجت مسلسل، هاي بادجت موفي. طب انا عايز بقى زي ما احنا بنيجي نلعب، انت ممكن تلعب تريبل اي جيم، بس ممكن تستمتع جدا باندي جيم، كرييتور صغير بس دماغه حلوه، معجب بيه، بتشوف له فيديوهات في السريع. ايه بقى المنصه المنافسه ليوتيوب اللي فيها اندي كرييتورز؟ الاندي كرييتورز دولت بالملايين، ومنهم اللي بيعمل افلام قصيره، ومنهم اللي بيتكلم في التكنولوجي، ومنهم اللي بيتكلم في الكتب، ومنهم اللي بيتكلم في التاريخ. اي منصه منافسه لليوتيوب ملوش منافس الصراحه. ففكره ان انت تقدر تستغنى عنه، مش عايز تشوف النوع ده من الانترتينمنت، لكن فكره ان في منصه منافسه، مثلا انا مش هجيب واتشت هروح شاهد، هو بلا منافس تماما. طيب كام سعره وايه عيوبه؟ انا بدفع 87 جنيه و99 قرش، يعني 88 جنيه، ومالوش عيوب الصراحه. باندويتس افيشنت للغايه للغايه للغايه، بيشتغل على اي جهاز بسرعه وبيحقق المطلوب منه. سبوتيفاي ما بيقدمش حاجه اكسبشنال، هو الميوزك سيرفيس. مش عاجبك سبوتيفاي وعايز انغامي، اوكي، فلو انت هتشغل على الايباد، هتشغل على الكمبيوتر، هتشغل على ريسيفر، عنده انتجريشن ظريف ومليء جدا بالبودكاست للي بيحبوا البودكاست. هل نجح في تقديم الوعود اللي هو وعد بيها؟ هو اكزاكتلي بيقدم اللي هو وعد بيه، وهو ما بيقدمش حاجه كومبليكيتد، هو يعني بيقدم حاجه ستريت فورورد بسعر مش غالي. من 1 ل 10 ما هي درجه اهميته بالنسبه لي؟ هديله 6 من 10، لانه برغم ان هو مش مهم جدا، بس هو بيج كومبانيون للسكه او للعربيه او للطريق. هل يمكن الاستغناء عنه او استبداله؟
زي ما قلت هو كومبانيون، ممكن استبداله باي سيرفيس تاني زي انغامي هنا في مصر. يعني كام سعره وايه عيوبه؟ هو ملوش عيوب قوي بالنسبه لي يعني، وسعره اللي انا بدفعه حاليا 70 جنيه. باقات الاشتراكات اللي انا بشترك فيها اشتراكات رقميه، بس الباقه نفسها ما بتقدمش خدمه رقميه. امازون برايم الاشتراك بيقدم ايه؟ بيقدم فري شيبنج او سكند داي شيبنج لو انت اشتريت منتجات على امازون. ثانيا بيدي لك اشتراك امازون برايم تي في، مش قوي قوي زي نتفليكس بس عنده كام شو حلوين. هل نجح في تقديمه؟ هل نفذ وعوده؟ فاعتقد ان هو جايب يعني نجح في تقديم اللي وعد بيه. من 1 ل 10 ما هي درجه اهميته بالنسبه لي؟ بصوا ساعات ببقى انا دلوقتي محتاج حاجه عشان هستخدمها في اللايف ستريم الجاي، ما عنديش وقت ان انا انزل اجيب من المحل، وما عنديش بقى وقت خالص لو انا نزلت اجيب المحل والحاجه ما اشتغلتش ورحت ارجعها للمحل والراجل قال لي انت فتحتها لا قفلتها لا الكلام ده. امازون مريح، بيبعت لك الحاجه في يوميها لو انت امازون برايم، وعنده سياسه النو كويستشن ريتيرن مقبوله جدا وحلوه، صعب الاستغناء عنه في الظروف دي. هديله 7 من 10، مش هكنسل اني تايم سون. كام سعره وايه عيوبه؟ هو سعره 29 جنيه مصري، يعني 30 جنيه ارخص من كوبايه كابتشينو سمول. امازون مكمل معانا شويه. الاشتراك اللي وراه هو طلبات برو. هذا الاشتراك يقدم بعض الخصومات اللي ملهاش اي 3 لازمه، الى جانب انه بيدي لك شحن مجاني لبعض الحاجات لو انت بتطلب من طلبات مره او مرتين في اليوم، او يعمل لك خصم على الشحن او طلبات سيرفيسز. هل نجح في تقديمه وهل نفذ وعوده؟ هو قدم لك حاجه لو انت بتطلب 3 طلبات في اليوم هتبقى اوفر سنه، بس ما اقدرش اقول ان هو نفذ وعوده، لان هو لما بيجي يعلن لك عن الطلبات برو بيوفر بروميس وبيعمل لك البحر طحينه واوعى البرو هتستفيد وبتاع، وبعد كده بيأندر ديليفر او بتحس انها مش فارقه، ولو جالك يومين 3 ما طلبتش حاجه بتحس انك عايز تلغيه. من 1 ل 10 ما هي درجه اهميته بالنسبه لي؟ انا بالنسبه لي درجه اهميته 1 من 10. هل بقى يمكن الاستغناء عنه او استبداله؟ يمكن الاستغناء عنه ومش مهم استبداله. كام سعره وايه عيوبه؟ انا بدفع لطلبات 79 جنيه، وعيوبه ان هو زي ما بقول لكم تحس ان هو ايه، عايز يخدعك في انه يلبسك حاجه، تحس ان هو كل شويه قاعد يزن يزن يزن. انا شايف ان ده عيب الصراحه، وما يصحش من شركه كبيره زي طلبات تضغط على الكونسيومر بتاعها بالطريقه دي علشان تاخد منه كام سنت زياده. يعني فانكشنال بودي بيلدينج من الاشتراكات اللطيفه جدا. ماذا يقدم لي الاشتراك؟ الاشتراك بيقدم لك ابلكيشن على الموبايل ويل ديزايند بروجرام يمشي مع معظم الفيتنس ليفل، وانت بتختار التراك اللي يعجبك بيزد على الفيتنس ليفل بتاعك. مش حاسس بفرق كبير جدا عن ما كان عندي بيرسونال ترينر. صحيح البيرسونال ترينر بيبقى ميزته ان هو بيبقى سايكاتريست بيقعد يسمعك وانت زعلان ويطبطب عليك وانت جعان. هل نجح في تقديم الخدمه الرياضيه لطيفه بالنسبه للفتنس ليفل بتاعك ونفذ وعوده؟ نجح. من 1 ل 10 ما هي درجه اهميته بالنسبه لي؟ نديله 9، لان انا الرياضه مكون رئيسي. العقل السليم في الاخر في الجسم السليم، وقعده البيت وحشه وقعده الكمبيوتر اوحش. هل يمكن الاستغناء عنه او استبداله؟ ديفينتلي يمكن الاستغناء عنه واستبداله، من حيث ان الباب مش مقفول. في ناس هنا في مصر كويسين، في سيرفيسز مكافاه. كم سعره وايه عيوبه؟ سعره 39.9 دولار، يعني 40 دولار، وده الاشتراك الوحيد اللي انا بدفعه بالدولار. كده خلصنا السبسكريبشنز، اتكلمنا على 3 باقات: باقه البرودكتيفيتي، الانترتينمنت، وباقه السيرفيس. بتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا وتكون الحلقه كان فيها جزء فن، واشوفكم قريبا على خير.